من الوصفات المميزة اللي لازم تكون بين حلوياتكم بالعيد المقروطة بالتمر. طريقتها كتير مميزة وكتير سهلة. عجينة نكهتها كتير بتشهي بحشوة تمر رهيبة بتدوب بالتم دوب. خلينا على طول نبدأ بطريقة التحضير. عندي هون بمقادير ثابتة بضيف 3 كاسات من الطحين بهذا الشكل. بعدها بضيف كاسة سميد ناعم. عندي هون حبة البركة والسمسم بكون محمصاه بمجرد بس ما ياخد لون خفيف بضيفه. وبضيف كمان ملعقة شومر مطحون، ملعقة محلب، ملعقة صغيرة مستكة، وملعقة صغيرة خميرة، وكاسة من السكر الناعم، وملعقة من اليانسون. هيك بتحرك المكونات الجافة كلهم مع بعض. هلأ بنضيف كاسة من الحليب. خليكم نفس الكاسة عايروا فيها لكل المكونات علشان تكون المقادير ضابطة معكم وتمام التمام. هلا بنبدأ بنعجن بكاسة من زيت الزيتون. نبدأ هيك بنبسه بهذا الشكل بس بكل خفيف حتى تتشرب المكونات الزيت زيتون هذا حتى تصير معي بهذا الشكل. بهذا الشكل بتكون تمام التمام. بغطيها تقريبا لمدة ربع ساعة، وبعدها في كاسة بضيف ملعقتين من الحليب وملعقة من الخميرة وبحركهم كتير منيح مع بعض. وبعد بربع ساعة برجع لعجينتي هون بعد ما ارتاحت وببدأ أعجنها بهذا الحليب مع الخميرة كتير منيح. بضيفهم بالتدريج حسب حاجة العجينة عندي. أهم إشي تكون متماسكة معي، تكون مضبوطة 100% وبتكون متماسكة ولا أحلى وسهلة التشكيل. أول ما توصل معي لهذا الشكل بتكون تمام التمام. عينكم عليها كيف سهلة التشكيل وكتير طرية وبتشهي. هلا على ورقة زبدة بضيف تقريبا نص الكمية، بقسمها هيك دائرتين، ببدأ أفردها بهذا الشكل وبقطع كل الزوايد بهذا الشكل حتى تكون معي بشكل مستطيل ويكون شكلها كتير مرتب. وهيك بتسووها بهذا الشكل وبعدها بنفردها كمان حتى تنفرد معي بهذا الشكل الموضح قدامكم. مهم كتير انه يكون سمكها مناسب، ما بدي اياها تكون كتير سميكة ولا كمان كتير رفيعة. هلا كمان على ورقة زبدة من تحت ومن فوق ببدأ افرد التمر بهذا الشكل حتى يكون سهل عليكم انكم تفردوه. طبعا التمر بيكون معجون، بتكونوا قايمينه من النوى عجنينه كتير منيح. ونبدأ بنفرده بهذا الشكل، بدي اياه على شكل مستطيل بنفس حجم العجينة اللي احنا جهزناها مسبقا. هلا بكل سهولة بتحطوهم هيك فوق بعض، وكمان بنفردهم كتير منيح على ورقة زبدة حتى تتماسك طبقة التمر مع طبقة العجينة. وبعدها بكل سهولة وبساطة بتبدأوا بتلفوها بهذا الشكل بس بهدوء عشان ما تتقطع معكم العجينة. بتلفوها بهذا الشكل بتكون تمام التمام، تنلف بكل سهولة. هلا بنسكر الأطراف كتير منيح عشان ما تفتح معي. وبعدين بنضيف السمسم. السمسم أساسي بهاي الوصفة، رح يعطيكم نكهة كتير طيبة ومنظر كتير حلو. وهيك بتحركوا العجينة على السمسم حتى تمتص كل السمسم هيك ويلزق بالعجينة. وبعدها بالشوبك بفردها بهذا الشكل، ما خليها كتير مسطحة بس هيك بشكل خفيف حتى تصير معي بهذا الشكل. بتكون تمام التمام. وهيك بتكون خلص صارت جاهزة معي. جاء آخر خطوة واللي هي التقطيع. بتحاولوا تقطعوها بأحجام متساوية، بتكون كل حبة مثل أختها، بتكون كتير حلوة. عليكم بس انتوا على حشوة التمر كيف بتكون راهية كتير مليانة وكتير بتشهي. وهلا النقشة هي أهم إشي لأنها بتعطيك المنظر كتير حلو. بالملقط تبع الكعك أو المعمول بتبدأوا هيك بتنقشوها بهذا الشكل وبتخلصوا كل الكمية الموضح قدامكم وبتدخلوها بالفرن حتى تتحمر معكم وتستوي بتصير ولا أحلى. ريحتها بس تجهز بهذا الشكل بتكون فعليا بتعبي البيت كله. نكهة مميزة وطعم كتير طيب، والأحلى فعلا من الحلويات المميزة اللي لازم تكون بين حلوياتكم بالعيد. نكهتها رح تعجبكم، كتير طرية وبتدوب بالتندوب. لازم تجربوها بهذا الشكل. أنا بكون خلصت وصفتي لهذا اليوم. بيهمني كتير أعرف رأيكم بالتعليقات، وأكيد لا تنسوا تدعموني بلايك وكومنت ومتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه.